الضرب هنايا صارت فوضى تاع التذاكر من ايه، ضربوهم ماتوا الله يرحمهم، ضربوهم لابوليس اللي ضربوهم بزوج. انا جيت من تبصه هاي لك لاكارت تبصه، لقيت زوز ماتوا قدامي، واحد طاح من فوق، واحد ضربوه لابوليس، واحد ما شرى لي بيه، ما كان حتى واحد هز لي بيه، غير الدوله بيناتهم يبيعوا فيهم، ما كان حتى شيء. زوز ماتوا قدامي يا خويا، شفنا الناس كل الشعب كله روى على باله باللي رملي بيه، بيناتهم قاعدين يفرقوا فيهم، واحد ما هز لي بيه. ذاك السنه باعت، شوف ال 10000 داها العسكر، و2000 داتها نجمه، و1000 داها الشعب الجزائري، والكوطه كاع اللي بقات داها الامر راه يبيع فيها ب 200,000 مارشي نوار. بان ندخل الاستاد بان نتفرج بارتيه تاع الجيري، ضربوا لي الامن الوطني. مدينه الشتيكي راهم يدوا تكيات غير ما بيناتهم، هنايا غير لابوليس والحمايه وكاع ومدابزين حتى في بعضهم بعض. موتة انا شفتهم بعيني يا خويا، واحد 60 بليسي من 4 تاع الصباح حنا دايرين لاشين لا فات كونت، التيكيات يدوهم غير الدوله ويبيعوهم مارشينو. في الوقت الذي يزداد فيه تدفق المناصرين على ملعب مصطفى تشاكير بالبليدة تحسبا لمباراة الجزائر بوركينا فاسو، ومع الساعة الأولى للشروع في عملية بيع التذاكر، تسجل مأساة جديدة في واحد من أبرز المواعيد الرياضية لدى الجزائريين. حالات تدفع رغبة في الحصول على تذاكر المباراة المؤهلة لمونديال البرازيل تسفر عن إصابة نحو 48 مناصرا بجروح متفاوتة الخطورة. تم نقل المصابين على إثرها إلى مستشفى فرانس فانون للمصابين على مستوى الرأس ومستشفى فروجة بولاد عيش، بينما تتحدث الأوساط الشعبية حسب ما لمسناه أثناء اقترابنا من المناصرين اليوم وجود حالات وفاة لم يتم تأكيدها من طرف الجهات المختصة. وإن كانت الأسباب والنتائج التي وصلنا إليها اليوم لابد من الإشارة إلى أن هذا الحادث المأساوي يأتي بعد أسابيع قليلة من آخر وقع في ملعب 5 جويليا، خلف سقوط قتيلين أثناء سقوطهما من داخل مدرجات الملعب، ما أثار حالة من الغضب وجعل الحديث يرتكز بشكل أكبر على المنشآت الرياضية ومدى صلاحيتها وقدرتها على استيعاب هذه الأمواج البشرية في مثل هذه المناسبات، حيث يتساءل اليوم الكثيرون كيف يمكن أن يحتضن ملعب مصطفى تشاكير مباراة من هذا الحجم.